السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا مهنيين وتكونوا بصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون اقتصادية جدا، يعني فقط بحبة بيض و100 غرام تاع زبدة راح نحضروا هذه لاطارت. يعني هذو لي طاغت تجي بنتهم ما شاء الله ويجوا خفيف، يعني راح تقرمش وتجي معك خفيفة وبنتها تجي هايلة. يعني ننصحكم تجربوها ما راحش تندموا عليها. يعني مقاديرها بسيطه، يعني ما فيهاش مقادير بزاف، بحبه بيض كيما قلت لك راح ديري طارت ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو الاخير، راح نمر مباشره لطريقه التحضير ونتعرفوا على المقادير. هنا عندي الفارينه، درت 2 كيسان تاع فارينه، يعني عمرت 2 كيسان تاع فارينه. وهنايا عندي زبده طريه، يعني حراره الغرفه كنت حطيتها على برا ما كانتش في الثلاجه. راح نقسم هنايا الزبده على زوج. الزبده هذه فيها 200 غرام، يعني راح ندير 100 غرام عفوا، يعني نص، راح ندير النصف فقط. وراح نرابيها، يعني مره على مره نغطسها في الفارينه ونرابيها. ماشي شرط هذه العمليه، يعني الا كانت عندك الزبده طريه بزاف تقدري ديريها عادي. ربيها كامل. وراح ندير ملعقه صغيره تاع لافاني، نزيد لها كيس تاع خميره فوريه الوزن تاعو 10 غرام. وراح نحاول نحل كامل هذيك الزبده بيدي، يعني العمليه بسيطه. نحلها كامل حتى تدخل لي كامل في ديك الفارينه. يعني بهذه الطريقه تجيك بنتها ما شاء الله احسن ملي تكون الزبده ذايبه. بعد ما حليت كامل هذيك الزبده في وسط هذيك الفارينه، راح ندير 3 مغارف تاع سكر، يعني 3 ملاعق تاع سكر كبيره، ونصف ملعقه صغيره تاع ملح، يعني باش الطرطه تاعنا ما تجيش مسوسه، تجي صامطه. ونخلط كامل هذه النواشف. هنا راح ندير حبه تاع بيض، وعندي هنايا نص كاس تاع حليب، راح ندير بشويه الحليب ونخلط. يعني فرغي الحليب ديري بشويه حتى تكون عندك عجينه تكون متماسكه. يعني ما راحش نديرو كامل على جهه، على حساب الكاس اللي عندك تاع الفارينه. كاين الفارينه اللي تشرب الحليب او الماء بزاف، يعني راح ندير الحليب بشويه ونلمها. نحاول نلمها فقط. يعني انا هنا ديت لي نص كاس تاع حليب، نحاول نلمها كامل. هنا يجيك شويه طريه. هنا باش ما تغبنيش في الخدمه عفوا راح نديرها في الساشي وراح نديرها في الثلاجه مده 10 دقائق. يعني الا كنتي قادره تخدمي بها هكذا خدميها بلا ما ديريها في الثلاجه. انا جات عندي طريه بزاف شويه، راح نخليها في الثلاجه مده 10 دقائق ونجبدها. بعد ما مرت هنايا 10 دقائق جبت العجينه تاعي، شدت روحها مليح. راح نحي شويه على جهه، يعني ما راحش نقسمها في الوسط سوا سوا، راح نقسم شويه باش نصنع الشرائط مع الاخير. راح نحاول نشكلها كره. نجيب بابي هذا تاع ورق الطهي، راح ندير فوقه شويه فرينه، يعني ما راحش نديرها مباشره في السنيوه، راح نديرها في البابي تاع الطياب.
نحاول نحلها بالحلال، نحلها على شكل دائرة تكون كبيرة. يعني ما راحش نحلها رقيقة بزاف، عادي كيما نصنعوا لي طاخت. نعاود نديرها الفرينة ونقلبها من الجهة الثانية. يعني كي نحلها نحاول نسويها يعني على شكل دائرة باش ما تجيناش عوجة. هنا راح نجيب قطيوة ولا طبسي ولا اي حاجة تكون دائرية عندك، وراح نحاول نصنع بها دائرة في الوسط، يعني فقط باش ندير الشكل ونقطع الحواف كما كتلاحظي. هنا بانت عندي الدائرة في الوسط، راح نحي ذيك الغطيوة. نكملها كامل، يعني راح ندير على شكل على حسب الدائرة اللي درناها في الوسط، يعني راح نكملها كامل. ومن بعد نشكلها. راح نرفد الشريط الأول، الشريط الثاني ما نرفدوش، نرفد الثالث ومن بعد الثاني. وكما راكي تلاحظي يعني العملية بسيطة جدا. يعني راح نكملها كامل بنفس الطريقة حتى تشكل عندي. تبعي فقط الطريقة. يعني شوفي شكلها جا شباب، جا ما شاء الله. بعد ما كملتها راح نحاول نضغط عليها في الوسط، يعني باش ما تجيش غليظة خشينة عندنا، وباش هذوك الشرائط ما يتنحاولناش. يعني راح نضغط عليها فقط بصباحتية. وراح نجيب المعجون، اي معجون يكون موجود عندك نديره في الوسط. راح نمشي كامل هذاك المعجون. وهنا نجيب العجينه الثانيه، عفوا انا حسبت روحي راني نصور ما صورتهاش. نجيب العجينه الثانيه ذيك الصغيره اللي خليتها وراح نحلها على شكل شرائط، يعني يكونوا بالطول. نحلها بالحله العادي ونحط هذوك الشرائط في الوسط. يعني هذه العمليه اختياريه، تحبي ما ديريش الشرائط هذو ما ديريهمش، يعني تقدري طيبيها هكذا فقط، يعني تعطينا شكل شباب بالشرائط هذو. يعني وانتي تشكلي راح يبان لك الشريط لو كبير ولا لا، نقصي منه. حاولي تضغطي عليه في الحواف. راح نحاول نطول الشريط شويه. وهذا هو الشكل الاخير تاع لاطارت تاعنا. يعني شوفي شكلها جا شباب، والعمليه بسيطه يعني توجد بالخف. هنايا جبت وحده صفار ندير عليها كميه تاع حليب، ماشي شرط هذا يعني لازم ديري الصفار فقط باش يعطينا لون شباب. تقدري طيبيها هكذا بلا ما ديري لها الصفار، يعني فقط باش تعطيني هذاك الاحمرار. حبيت نمسحها كامل بالصفار، درت عليه كميه قليله تاع حليب، وراح نحاول نمسح كامل هذوك الشرائط.
هنايا مريم يتساعد فيا. راح نكملها كامل. وراح نسخن الفور تاعي وراح نطيبها على 180 درجة، يعني راح تطيب لنا فمفم. وإلا كان عندك السخون يعني على حسب الفور تاعك. وهنايا كما كتلاحظي جات طابت، جات حمراء ما شاء الله. شوفي داك صفار البيض كيفاش عطى لها داك الاحمرار. راح ترفديها عادي ونديرها في الطبسي، يعني كي طيبيها بالبابي ما تلصقلكش. راح نقطع معاك حبه ولا مورصو وتشوفها كيفاش جات طايبه من الداخل. جات هشيشه ما شاء الله. راهي عاد سخونه هنايا، قطعت لك منها يعني لدرجه انه المعجون راهو يسيل. وفي الاخير ما عليا نقول لكم شكرا على المتابعه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتدعموني وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.